اهلا بيكم في حلقتنا النهارده في الدايركشن. دايركشن النهارده هنعمل زي ما بنتكلم كل مره على الصيانه، لكن هنخليها متخصصه شويه في حاجه من اهم الحاجات في العربيات واهم الحاجات في وسائل الامان، وهي تيل الفرامل. يا ترى بنعمل ايه بقى مع تيل الفرامل؟ امتى بنغيره؟ امتى بنحس انه المفروض يتغير؟ نجيب الاصلي ولا اللي مش اصلي؟ كل حاجه متعلقه بتيل الفرامل وتحديدا في البي ام دبليو هنشوفها دلوقتي مع باشمهندس عمرو عماد. برحب بحضرتك يا فندم معايا. اهلا بيك. السؤال الاهم والجنرال اللي الناس كلها ممكن تبقى عايزه تعرفه اول ما تجيب عربيه، تمام. ايه الصيانات المبدئيه وتحديدا لو يوزد ان انا اعملها لو جيت مركز صيانه معتمد؟ بص، هو اول حاجه بنبص عليها زيت الموتور والفلتر بتاعه، فلتر الهواء، فلتر التكييف، التيل الامامي والتيل الخلفي. نبص على البوجيهات، بنبص لو في تسريبات ميه نعملها. نرفع العربيه وانت بتربط العفشه لازم تبص عليها. في جلبه بايظه، في حاجه بتجيب زيت من تحت. ده اللي لازم يتبص على العربيه في اي صيانه عموما، اي صيانه عموما، ايا كان الكيلومتر بتاعها قد ايه. هل نقدر نقول ان العربيات الالماني وتحديدا البي ام دبليو في حاجه معينه مختلفه عن بقيه العربيات نقول دي اهم حاجه نبص عليها؟ بص، في العربيات البي ام بالذات لازم اهم حاجتين فيها ميه وزيت. يعني دايما لازم تتشيك على الميه وتتشيك على الزيت، لان هم دول اهم حاجه فيها واكتر حاجات بتبوظ فيها وبتخلي الناس تبقى تقول لك ده بي ام بتعطل كتير، بي ام مش عارف الحاجات دي بيبقى بسبب صاحبها بيهمل، يا اما في صيانه الميه يا اما في صيانه الزيت بتاعها بس. دي اهم حاجه. طيب لو اتكلمنا بقى على نقطه التيل تحديدا، تمام، هل نقدر نقول ان التيل ده ليه معدل استهلاك معين نقدر نحدد على اساسه نغيره امتى؟ امتى نقدر نقول انه التيل ده لازم يتغير دلوقتي؟ يعني بص، هو مبدئيا التيل بالذات بيبقى على حسب انت مركبه نوعه ايه اصلا. يعني في تيال بتبقى كوبي او مضروبه او ايا كان، او بتبقى الماتيريال بتاعتها ما بتبقاش معتمده، فدي بتبقى بتلاقي دايما البراده فيها بتبقى اعلى من نسبه المكونات التانية زي في التيل الاصلي او اي تيل افتر ماركت محترم. فده بيبقى على حسب نوع التيل، زائد على حسب لو العربيه بتمشي في عربيات مثلا لو صاحبها بيسافر كتير معدل استهلاك التيل عنده بيبقى اقل من اللي بيبقى مشاويره دايما جوه البلد. ده بالنسبه للتيل الامامي. لو التيل الخلفي، لو عربيه فيها اوتو هولد دايما التيل الخلفي بيخلص اسرع من التيل الامامي. نوع التيل اذا كان مضمون او لا، هل بيفرق معايا في مسافه التوقف لما اجي ادوس فرامل ولا ما بيفرقش؟ طبعا بيفرق. لو التيل احنا بنعرفه لما بنيجي نفكه، لو ما يتاكل من فوق، يعني بدا يمسك من فوق ومن تحت بس والنص لا، فده بيفرق. وانت بتيجي هتقف امتى. لو متاكل كله، يعني التيل ماسك من كل اجزائه، فده طبعا يبقى تيل كويس وهيوقفك اسرع. في تيال ممكن تدوس اصلا تلاقي العربيه ما بتوقفش، يبقى التيل نفسه محجر. طيب لو ما غيرناش التيل في ميعاده ايه اللي بيحصل؟ بيبوظ الطنبوره. فلو بوظت الطنبوره وانت ماشي هتلاقي تيجي تدوس مثلا فرامل على سرعه بعد ال100 تلاقي العربيه كلها بتترج معاك. ولو ما فضلت ماشي على كده الطنبوره ممكن لا قدر الله تتكسر، وحصلت في عربيات كتير. اعرف امتى ان انا لازم اغير التيل دلوقتي؟ في العربيات مثلا، في عربيات البي ام بيبقى في حساس على كل تيل، اللي قدام واللي ورا بيديك مؤشر ان هو التيل ده خلاص قدامه مثلا 1000 كيلو، 500 كيلو، قدامه 100 كيلو، فبينور لك. باشمهندس عمرو شكرا جدا يا باشمهندس. العفو. شكرا. التيل من اهم النقاط اللي لازم نشتغل عليها، وزي ما قلنا دلوقتي هي الفكره دايما في المضمون، مش انه بس فكره سعره غالي ونقول لا ده غالي مش هنجيبه، لا هي فكرته في مدى امانه، هيوصلنا لحد فين، مسافه التوقف هتوصلنا لحد فين، هتلحقنا ولا مش هتلحقنا، كله بيد ربنا طبعا، لكن اكيد لازم نعمل اللي علينا الاول. اهم الحاجات اللي احنا لازم نعملها اول ما نجيب العربيه في صيانتنا، من سيور، من تيل، من ميه، من زيت، كل ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. استنونا في الدايركشن على تويتر.